حمودي. ها ماما. تعال شو ذوق الأكل. يا واش خلي أنا أذوقه. شو ذوق من عمي غير أنت صايم؟ وشنو بالله أنا صوم وهذا حميد بقد البغل فاطر، أنا هم أفطر. ما يصير عمي صدق تحكي. خلاص إذا ما يصير أفطر لازم هذا هم يصوم. تحضر ولك اليوم أنا لك. حميد اقعد ولك. حميد. ها جدو شو تريد؟ اقعد على السحور. يا سحور جدو خلينا انام. اقعد قلت لك. جدو انت هم افطر والله ما اقول لأحد. هسه تقعد لا اخذك سحل. يلا قدامي داي. ها يابا السالمين، هاكم جبت هذا خلي يتسحر ويانا. عوفا يابا ترى الوليد اصلا بعده ما مكلف. مكلف ما مكلف ما عليه، ما طول انا اصوم هو هم لازم يصوم. بهي بهي اول مرة اشوف شيوعي يجبر الناس على الصوم. انشبوا لك الشيوعيين تاج راسك. يلا سحر بسرعة راح يصير الامساك. بعد باقي على الامساك يابا. لا مو هذا الامساك ماله قبلنا من نص ساعة. شلون؟ خو ما نسيتوا شي؟ لا ماما كل الكتب حطيناها بالجنطة وعلى جدول. عافية، وانا هم خليت لكم لفة باللانش بوكس مالتكم تاكلوها من تجوعون. يلا ابوكم دا ينتظركم. باي ماما. اوقفوا تفتيش. فوتي انت اوقف. شايل بجنطتك غير كتب ودفاتر. فرغ جنطتك ارد افتشها. عوف عمي راح يتأخرون على المدرسة. شنو ذني؟ قلت لك كتبي ودفاتري. وهاي سكينة اقشر بها الكلغان. وهاي شنو؟ لانش بوكس. سفر طاس يعني. شنو؟ عوف هاي واخذ الباقي. يلا توكل. يلا وصلنا، انزلوا حتى انا وعمكم ابو زيدان نروح للسوق. الموز بيش؟ ب3 الكيلو. ايش دعوه؟ والباذنجان ب2000. شو السالفه يا معود؟ ها كل اجي رمضان هيك انتم تصعدون السوق. لا يابا مو مساله رمضان، غير مضيق هرمز سدوه. يا ترمز. اي بس المواد الغذائيه ما عليها بالمضيق، تجي من ايران من تركيا بري، ليش صعدت اسعارها؟ يا اخوي انت تعرف اكو حرب بالمنطقه، ولان الخضروات الطب تصنيع الصواريخ فصار عليها طلب وصعدت اسعارها. هي يعني هسه الباذنجان يصنعون بيه البالستي؟ لا مو بالستي، يقول لك قشر الباذنجان من اهم مكونات وقود الفرط صوتي. ايش عبالك لعب؟ يلا طلاب سؤال اشو ما يقدر يجاوبني عليه. كيف يتم تلقيح النخلة؟ أستاذاني ايه شلون نلقح النخلة؟ نشكها إبرة بالكتف. زيدا ما جايب لفة نستله شي بجنطتك؟ بلي امي مسويت لي لفة مال كباب عروق. هي لا عاد انطيني منها شوية راح اموت من الجوع. حميد ايش كنت زين من صويحبك؟ كنت اريد قلم. حجي فدوى قلبك، ترى عندنا درس وانت درعمت علينا. هسه عوف الدرس، ما تشوف هذا حميد رقبته شمتنها ويريد يفطر. جدو ترى الجهال كلهم فاطري مو بس اني. منو يعني؟ زيدان صايم؟ لا. وانت يا يحيى؟ وعبوش انت صايم؟ ترى ما صاير هاي حجي، تقتحم الدرس على مود هالشي. وانت صايم يا لا؟ وش عليك انت؟ اشوف حلقك خلى الشمه. والله اذا ما صارت حرب عنيفة بالعراق تعال عاتبني. وعلى شنو استندت باستنتاجك هذا؟ شنو مصدرك؟ مصدره طويلة حديب. شلون عرفت؟ دانك شوف لقيت واحد كنا ضاربينك انت واميت بالخلاط وهو طالع. خلي بس اشوفه مخدوش شو تريد وارجع لك يا سرسري. الو تعال خلوفي بسرعة. شكو ايش صاير؟ سالتنا عطلت، تعال خذها لنا نصلح. خليها غير يوم اخذها خليها. لا غير يوم، ترى ما باقي عندنا هدوم نظيفة والجهال دا يتمشون مصاليح بالبيت. هاك عادي جبت لك اياها ويمكن ماطورها عطلان. لك هاي في تربات سيارات مو متصلح غسالات. اي بس انت تفتهم عليها، يلا صلحها بسرعة. لك مو كافي فقريات، جايب لي غسالة منفجرة بيها عبوة وتريدنا نصلحها، ما تاخذ لك غسالة جديدة. لا يا هاي جديدة بعد بيها حيل، تمشينا في 18 سنة اللخ. عوض، اشو تعال كسر لي هاي الغسالة وذبها بالزبل. خلي بس اشوفه مخدوش شو تريد وارجع لك يا سرسري. الو الو تعال خلوفي بسرعة. شكو يا حميد؟ شكو ايش صاير؟ سالتنا عطلت، تعال خذها لنا نصلح.
حمودي هاي ايش تسوي؟ ايش صوتش لا يسمع جدي؟ هاي انت فطرت يمكن مو؟ لا بعدني ما فاطر، بس رست هاي الزمزمية وراح اضمها بالكنتور، وكل شوي اروح اشرب منها شوية حتى جدي ما يحس بيا. لا تحشن لحد خوش. هاولك عبالك ما راح الكفك. الله لا ينطش عوض، فلش غسالتنا القديمة تفلش. عاشتيده بركت حتى تشترينا وحدة جديدة ونخلص. ماكو جديدة، اغسل الملابس بمعجانة. شنو هو؟ خب ناخذن للنهر ونغسلن مثل جداتنا. هاي هم خوش فكرة. ترى ماكو بيت بدون غسالة هسه، احنا هم نريد وحدة اوتوماتيك. ما اشتري غسالة لا طولوها عاد. إذا ما تاخذ لنا غسالة ترى هدومك تظل هيجي ما حد يغسلها. خلي الظل. خلاف؟ ها؟ خلوفتي عيون خلوفتي. ياخذلنا غسالة اوتوماتيك. صار من عيني، ورا الافطار اروح اجيب لك وحدة. خولة شو تعالي وراي للمطبخ. هاي سويتي بالزلمة سحرتيه مو؟ لا دادا سحرش. إلى عشان كان هذا رشيتيه وخلى خلف يرتخي ويطاوعك. هذا قصدك؟ إيه شنو هذا؟ هذا عطر اسمه سكرت من براند اوفرس السعودي، عطر الانوثة الطاغية. يعني هسه إذا رشيت منه هم نفس الشيء خلف يقوم يحبني أكثر وما يقدر يريد لي الطلب؟ اي طبعا. بخيل العاد اليوم إلا ثورة بالطلبات. اوقفوا لك لا تفطر هسه. شن تنظر بعد غير ضرب مدفع الافطار؟ احنا الاضعاف نفطر اول شيء، وانتوا الاسوان تفطرون ورانا بنص ساعة حتى تصير عدالة بالموضوع. والله جدي مو وراك بحياتي بعد ما راح اصوم. شفت يابا اي شيء ما ينفع بالاكراه وبالاخص العبادات. لو مخليه براحته كان ممكن يصوم براتته، بس هسه خليته ينفر من جبرته. لك هذا اكبر لقام، وين الصيام؟ وأخيرا اجت غسالتنا الجديدة. الله لا يوفق الحج عطوان، قطني بسعرها، ومن سألته يقول الأجهزة أسعارها صاعدة، ما هو مضيق حرمز مال الترمس شو اسمه. يلا شغلنا اياها وعلمنا عليها. خروي الحظ. يا فرحة ما تمت. خلي خابر وفرهود. ألو هاش رايد؟ يلا شغل المولدة بسرعة، نريد نجرب غسالتنا الجديدة. شنو وين نايم انت؟ الوطنية من الصبح ماكو طافية بكل العراق، وهاي كانت المولدة وانطيتها استراحة 4 ساعات. وعليش طافية الوطنية؟ ما ادري يقولون على مود الحرب، وراح نرجع مثل التسعينات بعد ماكو كهرباء. يلا بعد لا تدق خوش. مخدود وين مفتاح المخزن؟ اخوان بالسرة اخوان بالسرة، ترى والله عزلوا فلا بيعلكم بعد. ها شكو بزيدان؟ ابو حمود لاحق فوت بالسرعة حتى تحصل لك لاله. يا هسه غير اعرف ايش صاير. هاي من سده مضيق حرمز قامت ما تجينا كهرباء بعد، وين نظام هاي اللالات بالمخزن وطلعتها حتى بيعهن الوحدة ب30,000. اب زيدان ضم لي لالتين نثية وفحل، ارد ازاوجهن وابيع جهالهن. ها شكو شنو هالازدحام؟ تعال ابو حبشكه شوف تعال. ابو زيدان دا يخلق ازمه حتى يستفاد. هو انشا عليه، هو مضيق حرمز ساعدينه والحال بالضيم. اوكي مضيق هرمز سدوه وبعد ما نقدر نبيع نفط، بس هذا شعلي باللالات. ما تبيع نفط يعني ما تجيك فلوس، يعني رواتب ماكو حتى الناس تدفع لابو المولده، ولا اكو فلوس حتى الدوله تشتري كهرباء، يعني فول حصار. صدق هذا الحكي ابو حبشكه؟ يعني نفطنا متى يتصدر هسه؟ بالوقت الحالي نعم متى يتصدر، وشو معقوله ما عندنا طريق ثاني نصدر من خلاله عدا مضيق هرمز؟ خلي يطلع الصبح واخذكم للمضيق واوضح لكم كل شيء. هسه احنا بمضيق هرمز، الشريان التجاري للعالم، مسدود من الطرفين، لا طبه ولا طلعه. وين شو ما مسدود؟ يخو ما عبالك يشدونه بقفل، يسدونه من خلال استهداف اي باخره تحاول تعبر من خلاله. يعني احنا النفط مالنا كان يعبر منا مو؟ اكثر من 90% من نفطنا كان يعبر. نعم. وشو معقوله الحكومه ما مفكره يجي هيك يوم ولاقيت لنا على الاقل فتح ثاني، باعتبار النفط مصدر دخلنا الوحيد. كان عندنا اكثر من طريقه بديله لتصدير النفط، بس للاسف كلهن توقفن. يا طريقه. اول شيء خط انابيب بانيوس عبر سوريا، طاقته كانت توصل 700,000 برميل باليوم، وللأسف تدمر ب 2003. وبعد الخط العراقي عبر السعودية إلى ميناء ينبع،
طاقته تتعدى 1.5 مليون برميل باليوم. استولت عليه السعودية ب 1990 وصاروا يصدرون غاز من خلاله. جيد. وبعد عندنا خط انابيب العقبة عبر الأردن، وهذا صار عليه جدال وتوقف العمل به. واخيرا عندنا خط جيهان عبر تركيا، وهذا يوم يشتغل يوم لا حسب الجو السياسي بالمنطقة. يعني هاي ماكو بعد حل، انصفط ونقعد لما يقتلنا جوع. اكو حل سريع للحالات الطارئة، بس يحتاج شوية شغل من الحكومة. سلم لي العاد. وشنو هو هذا الحل؟ عندنا خط استراتيجي داخل العراق يربط حقول البصرة بحقول كركوك مرورا بحديثة، وهذا الخط عبارة عن أنبوبين متوازيين، واحد للنفط والثاني للغاز. وش بيه هذا الخط؟ الخط الاستراتيجي تم تأسيسه بالسبعينات، وحاليا هو قديم ومتهالك بالرغم من أهميته كونه خط توي. وهذا شلون راح يحل الأزمة بالضبط؟ إذا تم تأهيله فيتم ضخ نفط البصرة من خلاله إلى جيهان ويا نفط كركوك، هاي تقريبا 800 ألف برميل باليوم. وبنفس الوقت يتم تأهيل خط الغاز وينضخ نفط منه ويتخزن بحديثة حتى يتم نقله برا بالشاحنات، والمجموع راح يتجاوز 1,000,000 برميل باليوم. بس هالشي راح يكلف مو أكثر من تكلفة إيقاف التصدير. احنا في شهر واحد راح نخسر ب9 مليار دولار، والحل قلت لكم عليه طارئ وسريع. اقطع سالفتكم بالخير. بزيادان ذني اللالات انا من البارحة ازاوجن وما حبلن، شو تقول اخذن للبيطرية لو انتظر؟ إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تدوسون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد.